ازيكم؟ الفترة اللي فاتت كذا حد بعت لي يسألني هل ينفع أسافر أعمل الامتياز في إنجلترا ولا لأ؟ في الحقيقة الإجابة على السؤال ده عاملة زي الريليشن شيب ستاتس بتاعت فيسبوك اللي هي It's complicated. الإجابة المختصرة بتقول ينفع، لكن التفاصيل اللي ورا الإجابة دي ممكن تخليك تغير رأيك. فتعالوا بقى ندخل في التفاصيل دي عشان الموضوع ممكن يكون مناسب لناس كتير ومش مناسب لناس كتير برضه يعني. أولا زي ما قلنا هو ينفع، لكن في كام حاجة لازم نتكلم عنهم الأول. أول حاجة إن في كليات كتير في مصر مش بتسمح لينا إن إحنا ناخد شهادة التخرج إلا بعد ما نخلص سنة امتياز، وشهادة التخرج دي إحنا بنحتاجها عشان خاطر نسجل بيها في الGNC عشان ناخد ريجستريشن، والريجستريشن بنحتاجه عشان نقدر إن إحنا نمارس مهنة الطب في إنجلترا. ودي أول معضلة، إن أنت مضطر إنك تاخد سنة الامتياز في مصر كده كده عشان تاخد الريجستريشن. طبعا الكلام ده مش بيتطبق في كل الكليات، لكن أنا أعرف كليات كتير مش بتدي شهادة التخرج غير بعد ما تخلص سنة الامتياز. تاني حاجة لازم تعرفها هو إن الامتياز في إنجلترا عبارة عن طريقين، طريق اسمه 2 Year Foundation Program وطريق اسمه F2 Standalone. بالنسبة لل 2 Year Foundation Program فبيكون مدته سنتين، وبيطلبوا مننا إن إحنا نكون ما خدناش سنة امتياز قبل كده خالص. إذا أنت عشان تدخل برنامج الامتياز بتاع السنتين محتاج إنك تكون مخلص بلاب 1 وبلاب 2 وأنت في أول الامتياز، وتقدر إنك تاخد شهادة التخرج بتاعتك من غير ما تخلص سنة الامتياز في مصر عشان تقدم هنا على حاجة اسمها Provisional Registration وتقدر تدخل ال 2 Year Foundation Program. أما بالنسبة لل F2 Standalone فدي بتكون سنة واحدة بس، وبيطلبوا مننا إن إحنا نكون already خدنا سنة امتياز في مصر وخلصنا بلاب 1 وبلاب 2 ومعانا Full Registration عشان نقدر نقدم عليه. السؤال هنا بقى إنك بعد ما تخلص امتياز ومعاك Full Registration تقدر تقدم بيه على أي وظيفة في تخصص معين في ليفل مثلا ال SHO. إيه اللي يخليك ترجع تاخد سنة امتياز تاني؟ يعني تحس إنك بتاخد خطوة لورا مش خطوة لقدام. الموضوع تحسه كاونتر انتويتيف شوية إنك ترجع تاخد سنة امتياز تاني بعد ما تكون اوريدي خلصت سنة امتياز في مصر، لكن خليني أقولك إن هو ليس بهذا السوء. أنت ممكن تستفيد أكتر بكتير في وظيفة زي ال F2 Standalone عن وظيفة في نفس الليفل لو هي non training job. خليني اقول لك ليه. انت كده كده لما هتيجي هنا غالبا مش هتاخد نيابه او تريننج جوب يعني على طول، لان يفضل انك تاخد NHS experience الاول قبل ما تدخل التريننج. اذا الاوبشنز اللي هتبقى متاحه ليك وقتها هي ال F2 Standalone او سيرفيس جوب، وظيفه غير تدريبيه يعني في نفس الليفل. وفي الحاله دي المقارنه بتقول ان ال F2 Standalone هي اختيار افضل بكتير من النون تريننج جوب، وخليني اقول لك ليه. اولا انت في ال F2 Standalone هتاخد روتا على تخصصات كتير جدا، وهتشوف البراكتس بتاع كل تخصص هنا عامل ازاي، وده هيساعدك انك تقدم على التخصص اللي انت عايز تاخد فيه تريننج بعد كده. ثانيا ال F2 Standalone اصلا هو برنامج تدريبي، فانت هيكون ليك دكتور مسؤول عنك، وده هيساعدك بشكل قوي جدا انك تدخل السبيشالتي تريننج بعد ما تخلص السنه بتاعه ال F2. السيرفيس جوب بقى على عكس ال F2 لو هي مش في تراست كويسه ومعاك ناس سبورتيف وبيساعدوك، هتحس انك جاموسه تايهه في بحر العلم. هتاخد وقت على ما تتاقلم اصلا على نظام البراكتس هنا في ال NHS، هتحس انك لوحدك ومش عارف تبدا منين او تجهز نفسك ازاي للسبيشالتي تريننج لان مفيش حد مسؤول عنه. أبسط مثال مثلا في ال F2 Standalone في ورقة اسمها Foundation Program Certificate of Completion أو ال FPCC، دي أنت بتاخدها كده كده بعد ما بتخلص السنة بتاعة ال F2، والورقة دي أنت بتحتاجها عشان تقدر تقدم على Specialty Training بعد كده. أما في السيرفيس جوب ففي حاجة اسمها CREST أو Certificate of Readiness to Enter Specialty Training، ودي أنت بتحتاج تخلي كونسلتنت يمضيلك عليها في المكان اللي أنت شغال فيه، فبالتالي أنت بتحتاج تكون علاقات كويسة مع الناس اللي حواليك عشان حد من الكونسلتنتس اللي معاك يرضى يمضيلك على الورقة دي. وهكذا بقى في كل الأوراق اللي أنت بتحتاجها عشان تدخل السبيشالتي تريننج أنت بتجري على كل حاجة لوحدك، بعكس ال F2 اللي بعد ما بيخلص السنة بتاعته بيكون مؤهل بشكل قوي إنه يدخل السبيشالتي تريننج عشان بيكون له حد مسؤول عنه. الخلاصة لو أنت خلصت سنة الامتياز في مصر وخلصت خلالها بلاب 1 وبلاب 2 وخدت الريجستريشن، يبقى أنصحك إنك تيجي هنا تقدم على برنامج ال F2 Standalone. أما لو أنت اوريدي مخلص الامتياز بقالك فترة وبتشتغل في تخصص معين بقالك كذا سنة، يبقى أفضل حاجة إنك تيجي على سيرفيس جوب في التخصص بتاعك. ملحوظة مهمة إن ال F2 Standalone بيحتاج requirements معينة في الإنجليزي غير ال requirements بتاعة الريجستريشن. يعني مثلا ال OET أنت بتحتاج 350 في كل دومين عشان تقدر إنك تاخد الريجستريشن، أما في ال F2 بتحتاج 400 أو أكتر في كل دومين في ال OET. بس يعني أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو في حد عنده أي سؤال يا ريت يسيبه في الكومنتس وأنا هجاوب عليه إن شاء الله. متنسوش بقى يعني تعملوا لايك وسبسكرايب وكده يعني، وأشوفكم الفيديو اللي جاي.